السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي كنوز وأسرار الذكر من العصر إلى غروب الشمس؟ نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث الذي رواه أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لأن أقعد أذكر الله وأكبره وأحمده وأسبحه وأهلله، يعني من بعد إيه؟ من بعد الفجر حتى تطلع الشمس، أحب إلي من أن أعتق رقبتين أو أكثر من ولد إسماعيل عليه السلام. ومن بعد العصر، يعني أذكر الله من بعد العصر حتى تغرب الشمس، أحب إلي من أن أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل عليه السلام. وفي الحديث الثاني الذي رواه أبو داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى. كلمة أقعد مع قوم مش معناها أنه هو ذكر جماعي، إنما معناها إن كل واحد يعني بيذكر ربه عز وجل في نفسه، يعني قاعدين كل واحد يعني يخلو بربه في مكان ويذكر الله عز وجل ولا يرفع صوته حتى لا يؤثر على من بجواره. لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداء حتى تطلع الشمس، يعني من الصبح لحد ما تطلع الشمس، أحب إلي من أن أعتق 4 من ولد إسماعيل. ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، أحب إلي من أن أعتق 4. الله أكبر. يعني ذكر الله عز وجل في ذلك الوقت المبارك من بعد الفجر حتى شروق الشمس أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عتق 4 رقاب، 4 عبيد. ومن أعتق عبدا لله سبحانه وتعالى، يعني أعتقه ابتغاء مرضات الله، فهذا العبد يعتق به هذا الإنسان بفضل الله من نار جهنم، يعتق بكل عضو منه عضوا منا بفضل الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيخبر أن من جلس يذكر الله عز وجل من بعد الفجر لحد شروق الشمس أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عتق 4 عبيد. ومن جلس من بعد العصر يذكر الله عز وجل حتى تغرب الشمس أحب إليه من عتق 4 من العبيد. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الكلام اللي بيقوله النبي عليه الصلاة والسلام كل ده عن أذكار الصباح وأذكار المساء، فلا بد أن نحافظ عليها وأن نمتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا حذرنا منه. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.